مدرب دورتموند بيتر بوش غياب المهاجم الدولي الفرنسي أوسمان ديمبيلي عن تدريبات فريقه هذا اليوم. جاء ذلك أثناء المؤتمر الصحفي والذي يسبق مباراة كأس ألمانيا. هذا وتفاجأ المدرب من الغياب غير المبرر لنجم خط هجوم دورتموند. يأتي هذا الغياب المفاجئ لديمبيلي ليعزز الجدل القائم في ألمانيا وأوروبا. هذا الجدل منذ عدة أسابيع بشأن انتقال محتمل إلى برشلونة مقابل عرض قد يتجاوز 100 مليون يورو، وهو الرقم الجديد الذي يعد قياسيا في البوندسليغا. للحديث عن هذا الموضوع بشكل أكبر ينضم إلينا عبر الهاتف من ألمانيا مراسلنا أبو عبيدة اليندوزي. أبو عبيدة، يعني غياب أوسمان ديمبيلي عن تدريبات الفريق ومفاجأة المدرب أيضا بهذا الغياب ربما صارت تؤكد هذا الانتقال لبرشلونة بهذا العرض الكبير حتى. نعم ابتسام، على الأقل المؤشرات أصبحت قوية أقوى من أي وقت مضى. غياب المفاجئ بالنسبة لديمبلي وليس مفاجئا فقط للمدرب وإنما أيضا للاعبين وأيضا الحضور من وسائل الإعلام المختلفة. كان هناك طبعا كثير من الجدل في الأيام الماضية بأنه هناك بعثة من برشلونة متجهة يوم الثلاثاء الأخير إلى دورتموند لمحاولة أخيرة لجلب هذا اللاعب ديمبلي. دورتموند حسب مجلة كيكر الألمانية أصبحت ترى بأن هذه الإمكانية أصبحت ربما مفيدة لها ماليا. إدارة دورتموند وضعت رقما أدنى والحد الأدنى 120 مليون يورو مقابل جلب هذا اللاعب، لكن مجلة كيكر تؤكد أيضا بأن إذا ما تمت الصفقة بهذا الشكل سوف يكون لدورتموند ربما عليها أن يدفع دورتموند 30 مليونا للنادي السابق لديمبلي، وهذا قد يرتفع الرقم إلى 150 مليون يورو حسب المجلة. هناك معلومات كثيرة أيضا تؤكد بأن ديمبلي قد يكون في طريقه اليوم إلى برشلونة وهو ينتظر وصوله هناك، ما يعني أيضا يعني أبو عبيدة في انتظار ما ستسفر عنها الساعات القليلة القادمة، يعني هناك احتمالية عززه هذا الغياب ولكن الرجل في طريقه لبرشلونة وكأن الأمور سويت، هكذا يمكن أن تقرأ حتى صحفيا وإعلاميا. نعم، هناك تكتم شديد بالنسبة لإدارة دورتموند، لكن هناك أكثر من معلومة، يعني من ضمنهم أيضا مجلة ليكيب الفرنسية والسبورت بيلد المجلة المعروفة هنا في ألمانيا، كلها تؤكد بأن ديمبلي سوف يذهب إلى برشلونة اليوم لاستكمال تعاقد محتمل مع هذا اللاعب. دورتموند أيضا في تصريحاته المختلفة كانت كل مرة يتعاظم احتمال هذه الصفقة، مع وجود تصريحات من قبيل أن دورتموند يتصور أن ينتقل هذا اللاعب مقابل رقم مغر، وكان الحديث عن 100 مليون والآن أصبح الحديث حتى عن 150 مليون يورو. لكن كما في آخر ما يوجد لدينا هنا أن البعثة التي كانت انطلقت من برشلونة أيضا وصلت إلى دورتموند في طريقها أيضا إلى ليفربول لجلب لاعب آخر من المدرب السابق لدورتموند يورجن كلوب، والحديث هنا عن كوتينيو. إذا قد تؤكد هذه المعلومات كلها كما قلت في الساعات القليلة القادمة. نعم، يعني كل هذه الأمور ما تزال رهن التوقعات وأيضا التكهنات. عموما أبو عبيدة اليندوزي كنت معنا من ألمانيا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.